مش بالشكل، هي بمواصفات معينة ونفس التاريخ ونفس الخامة ونفس كل حاجة. في مواصفات كتير للعملة عشان تبقى العملة دي بتاعتك لها سعر، ومش أي عملة كمان لها سعر، لابد إن هي تكون نادرة. في عملات لها سعر، وفي عملات متداولة، وفي عملات نادرة. يعني في ناس كتير معاها عملات عادية بتتباع العملة ب 200 300 جنيه 150 جنيه، وبقول لهم في قلب التعليقات لو معاك عملة عادية وموجودة ومتداولة ولكن لها قيمة. وفي عملات ملهاش قيمة خالص بتتباع بالكيلو. وفي عملات تالتة لها قيمة جدا ونادرة ومفيش منها غير قطع نادرة اللي موجودة في مصر، دي اللي بتعدي بقى 1000 و2000 و3000 و10000 و15000 جنيه، دي القطع النادرة. ولكن العملات المتداولة في ب 200 و300 و400 و1000 و2000، دي العملات المتداولة و3000 جنيه. تمام. اما العملات النادره جدا هي اللي بتعدي الالوفات بقى ال 10000 وال 15000 جنيه، وديت غالبا ونادرا جدا لما بنشوفها في بيوتنا المصريه. فدي كان تمنويه لكل الناس المحبين ومتابعين على كل المنصات بتاعتنا والبيدجات. يعني انا شفت